لو انتي ساكنة في منطقة شعبية يبقى اكيد تحت بيتك محل فول وطعمية، والمحل بتاع الفول والطعمية ده اكيد بيعمل المسقعة السريعة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. طريقة المسقعة السريعة دي خطيرة جدا وكمان موفرة في الزيت، مش مقلية. انتي كل اللي هتعمليه هتجيبي البتنجان تقطعيه مكعبات وتشوحيه كده بشوية زيت على النار، شوية زيت بسيط، وبصي بقى هتطلع معاكي طعمها خطير. يعني كل اللي دقها في اليوم ده اخد منها سندوتش واتنين وتلاتة، وتاني يوم عملت تاني من جمالها. شوحي البتنجان كويس قوي، وبعد كده انزلي على البتنجان بشرايح كده من البصل. خلي البصل معاكي كبير شوية زي اللي انا حطاه، زي بتوع المحلات بالظبط. وبرضو شوحي شوية وانزلي كمان بفلفل وابدأي شوحي تاني. سهلة جدا جدا وبيبقى طعمها حلو قوي. ويلا اخر حاجة انزلي كده بمكعبات من الطماطم، وكمان انزلي بدبس فلفل احمر او مفروم فلفل احمر. وضروري جدا جدا اضافة الفلفل الاحمر دي، ودي من الاسرار بتاعة المطاعم اللي هم مش بيقولوها لنا ابدا. انا بقى جبت لكم الوصفة كده بحذافيرها. لو وصلتي لحد هنا اوعي تنسي تحطي اللايك، وكمان تشتركي في الصفحة بتاعتي علشان كل يوم يوصلك حاجة جديدة. واوعي تنسي تصلي على النبي في الكومنتات. هتضيفي لها شويه كده بسيطه جدا من الشطه، وشويه بسيطه قوي من الملح، وشويه بسيطه جدا من الكمون. مش هتضيفي اي توابل زياده، ما بتزوديهاش اي ميه، انت بتحطيها على نار هاديه شويه وهي بتنزل كل الميه اللي فيها. طبعا الخضار فيه نسبه ميه عاليه فبينزل كل الميه اللي فيها. وزي ما انتوا شايفين بقى بجد طعمها وهمي خطيرة، لازم بجد تجربوها. ولما تجربوها تشيروها لكل اصحابكم، وكمان تقولوا لهم يلا جربوا الوصفة الحلوة السهلة السريعة اللي ما خدتش مننا كتير ولا وقفة ولا تحضير، كله يعتبر ني في ني، متشوح بس على بسيط جدا، والطعم خطير وزي بتاعة المطاعم الشعبية بالظبط. كانت معكم دينا ابو الفتوح.